بأمل يحيطه بعض التخوف يستعد النادي الأهلي لقاءه القادم أمام نادي البنزرتي التونسي. والله الحمد لله احنا مركزين وان شاء الله ربنا يكرمنا في الماتش ونعمل مباراة كويسة، واللعبة كلها ماشيين بشكل كويس، ونتمنى التوفيق ان شاء الله يعني في المباراة اللي ان شاء الله اللي عندنا. الماتش طبعا صعب، وفرقة بنزرتي فرقة كبيرة، يمكن الماتش الاولاني كان 0-0، فان شاء الله نتمنى من ربنا ان احنا نقدر الماتش دوت اللي احنا نقدر طبعا نكسب ونعدي الدور اللي بعده ان شاء الله. النتيجه 0-0 النتيجه مش مطمئنه. لا هي يعني هي ولا مطمئنه ولا مش مطمئنه، انت اكنك هتلعبوا ماتش جديد خالص، النتيجه 0-0. يمكن احنا خلصنا خلاص شوط اولاني، في شوط ثاني، فاتمنى من ربنا ان الحمد لله يمكن اخر ماتش كسبانين ومؤدين اداء كويس، فاتمنى من ربنا ان احنا نقدر بقى نواصل دوت وان احنا نقدر نصعد ان شاء الله. الفرق دي لعبناها قبل كده وعارفين فرق شمال افريقيا كلها، وبالذات بالاخص تونس يعني لعبنا معاهم ولعبنا نهائي. هم فرق محترمه، بس هم بيجي هنا القاهره بيعرفوا يلعبونا. احنا ان شاء الله بقدر الامكان نبقى حاولين نبقى هاديين في اول ربع ساعه او اول الشوط الاولاني، نحاول نجيب جون عشان تطلع النتيجه ايجابيه الشوط الاولاني، وان شاء الله نقدر الشوط الثاني ان احنا نجيب هدف برضه يعني يطمنا والمباراه تخرج على خير ان شاء الله. معروفين ان هم التونسيين بيبقوا مستفزين شويه وضيعوا الوقت وقلة الادب وكده، بس احنا ان شاء الله احنا واجهنا الحاجات دي كتير قبل كده، وان شاء الله جاهزين ان شاء الله ان احنا نفرح جمهور الاهلي باذن الله. الماتش طبعا صعب جدا، ونتيجه 0-0 هناك دي بتصعب علينا في ماتش العوده، لو هو لا قدر الله جاب جون او حاجه هتبقى الامور صعبه علينا بشكل كبير يعني. فان شاء الله نحاول نحسم الامور بدري باذن الله في الماتش يعني. بالرغم من التعادل السلبي في مباراة الإياب، إلا أن لاعبي الأهلي واثقون من الصعود إلى دور الثمانية من أمام النادي الأهلي ولاء صلاح بسوبر كورة.